السلام عليكم. ان شاء الله بكره الاهلي هيلعب انتر ميامي في بدايه دور المجموعات في كاس العالم للانديه. طبعا بعد الماتش اللي فات قدام باتشوكا الراجل اكيد حط ايده على نقاط القوه بتاعته ونقاط الضعف، وشاف مين اللاعيبه اللي ممكن تبدا اساسي ومين اللاعيبه اللي ممكن يعتمد عليها في الدكه ومين اللاعيبه اللي طلعت بره حساباته نهائيا. على اللي شفناه في الماتش واللعيبه وادائهم في الماتش، اعتقد ان هو ده انسب تشكيل للنادي الاهلي يلعب بيه انتر ميامي، خصوصا انك بتلاعب انتر ميامي فريق معدل اعمارهم كبير جدا، بيعتمدوا ان هم يمشوا الكره بالراحه، ما عندهمش سرعات. لا، هم بيمشوا الكره بالراحه، الكره اول ما تروح لميسي، ميسي يلعب ثرو او يشوط او يعتمد على الضربات الثابته، ان ميسي يجيله ضربه ثابته في المنطقه دي كده ويجيب جول. هي دي طريقه لعب انتر ميامي، لكن على ارض الواقع لا، هم مش فريق يخوف خالص. فاعتقد بحكم اللي شفناه اخر ماتش هي دي التشكيله اللي هتبدا ان شاء الله. هاني باك رايت، طبعا عمر كمان مستواه لا يؤهل انه يلعب في مركز شباب. العش باك ليفت طبعا، كان بيلعب بيه سيرد باك، بس بعد المستوى اللي قدمه كوكا وكريم الدبيس في الحته دي، اعتقد ان مش هيبقى لهم مكان خالص في التشكيله، والراجل هيعتمد على بيكهام وداري في السيرد باكات في مركز قلب الدفاع، لان بيكهام بصراحه قدم مستوى خرافي الماتش اللي فات، وبيطلع الكره من رجله حلو جدا، وبيعمل بيلدينج اب للكره بشكل كويس، وبيعرف يطلع تحت ضغط. فبيكهام قدم مستوى مميز، اعتقد الراجل اعجب بيه، وكلنا شفنا بيكهام كان عامل ازاي في الماتش. طيب حمدي فتحي ولا مروان؟ لا، مليون في المية حمدي فتحي. حمدي فتحي مش هيقعد دكة، وقلتها الماتش اللي فات، ما ينفعش حمدي فتحي يقعد دكة. حمدي فتحي هيلعب عشان الحتة بتاع العمق دي بتاع حمدي فتحي، أحسن واحد يعمل تاكلينج، أحسن واحد يستلم تحت ضغط، أحسن واحد يلف وسطه ويرمي الكورة، أحسن واحد يزيد معاك هجوميا. كل الحاجات دي عند حمدي فتحي. واعتقد البديل بتاعه هيبقى ديانج، واخر واحد ممكن تفكر فيه هو مروان عطيه الحته دي، خصوصا في البطوله دي، لان انت بتعمل في ماتش انتر ميامي بالذات، انت بتلاعب فريق معدل اعماره كبير جدا، 31 سنه، فاللي هو انت بتلعب فرق برضو تحس انها عجوزه، يعني فاهم قصدي. فاعتقد ان حمدي فتحي هيكون انسب واحد للحته دي. بين رمضان وامام عاشور مفيش اي نقاش ولا اي خلاف، ومفيش اي حد هيجي يهوب ناحيتهم، لان بصراحه احسن مستويين في المنطقه في مركز 8 عموما بين رمضان وامام عاشور، فاعتقد ان هم الاثنين اللي هيبداوا، مع زياده امام عاشور الهجوميه في الحته دي. اعتقد ان امام هو اللي هيزيد مع وسام في الحته اللي هم بتاع الضغط دول، لما بيطلعوا هم الاثنين يضغطوا، اعتقد امام هو اللي هيزيد مش بين رمضان. بن رمضان بيعرف يستلم الكرة تحت ضغط، بيعرف يطلعك من، يعني يستلم من حمدي وهيطلعك وهيدي وشه الملعب وهيروح وهيعمل كل حاجة وممكن يشوط كمان. بس أعتقد اللي هيضغط مع وسام قدام هيبقى إمام عاشور. طيب نيجي للوينجات، أعتقد زيزو كويس جدا وعمل ماتش حلو وكان فورمة وكل حاجة، بس طاهر اللي هيبدأ، لأن أنت عايز سرعات، عايز سرعات. الفرقة دي زي ما قلت لك معدل عمرها كبير جدا، فأنت أهم حاجة عندك يكون في سرعات. طيب مين السريع عندك؟ تريزيجيه طبعا مفيش خلاف على سرعته، وطاهر محمد طاهر عنده في المساحات بالذات بيديك، والماتش ده هيبقى فيه مساحات كتير جدا، مع طبعا اسامه ابو علي، ده اهم واحد في المنظومه ان شاء الله، اللعب كله هيبقى عليه اصلا. زي ما قلت لك الراجل هيعتمد جدا ان هو يجمع لعب في الحته دي ويطلع الونجات بتاعته.